معروف ان الحلو بيعمل الحلو، ومفيش احلى من الوصفة اللي احنا نعملها النهاردة، ومفيش كمان احلى من اللي هيحط لي دلوقتي لايك ويعمل لي اشتراك للقناة. بجد كلكم ناس زي العسل. وبمناسبة العسل بقى او الشربات، هو اللي هنبدأ بيه الوصفة بتاعتنا النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة هعملها بسكر التموين. تمام؟ ليه بقى؟ لاني هحتاج 4 كوبايات من السكر. فمعانا 4 كوبايات من السكر وعليهم كوبايتين من المية، ومش هقلبهم، هرفعهم على البوتاجاز لحد ما يغلوا. وبعد كده هديهم عصرة ليمونة او نص ليمونة، ونشيل الريم ونقلبها ونسيبها بعد كده على نار هادية لمدة 7 دقايق. وبعد كده نطفي عليها. الشربات بتاعنا ما بيكونش ولا خفيف ولا تخين، مظبوط. بعد ما هنطفي عليه هنسيبه يبرد وهندخله التلاجة. تمام لحد كده؟ تمام. البطل بتاعنا النهاردة هو الجلاش، وانا استخدمت النهاردة لفتين جلاش، ولكن كنت محتاجة لفتين ونص، بس الحمد لله الدنيا مشيت. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا. اول حاجة ندهنها سمنة. تمام. بعد كده هنجيب الجلاش. اهم شيء ان الجلاش تكوني لفاه فوطة حلوة قوي علشان خاطر ما ينشفش ويبوظ منك. انا اصلا الجلاش ده كان عندي في الفريزر وكان اوريدي خلاص قرب ان هو يبوظ يعني ويتقطع، فقلت يلا بقى مش خسارة فيهم اعمل لهم وصفة حلويات. شايفين الورق كان بايظ ازاي؟ ولكن مفيش حاجة تعطلنا ولا اي حاجة تخسرنا. المهم جبنا السمنة، وطبعا انا ما كنتش لسه سيحت الزبدة البلدي، فعملتها بسمنة عادية. تمام، يعني اللي موجود عندك تعمليه، لدرجة ان انتي لو عايزة تعملي نصها سمنة ونصها زيت مفيش اي مشاكل. هنجيب بقى الورقة وندهنها ورقة ورقة، وبعد كده نعملها كده زي المروحة. افتكري بقى وانتي بتلعبي زمان وانتي بتعملي الهواية بتاعتك، الحركة دي بتاعة المروحة هي اللي نعملها، ونتأكد ان الورقة مدهونة حلوة اوي. طيب ليه يا جماعة؟ احنا عارفين ان الجلاش بالذات بنعمله كده عادي على الناشف وما بندهنوش سمنة، وبعد كده بنحط عليه سمنة على الوش. صدقيني بيطلع مجلد. طبعا يعني دي اذواق وطبعا براحتك، ولكن يعني خدي نصيحة، لما تدهني الورقة ورقة احسن من ان انتي تصبي السمنة على الوش. طيب الورقتين دول بقى ما فتحوش مع بعض، قلت يا بت ولا يهمك ولا يفرق معاكي، اعمليهم كده على بعض عادي. المهم ان انا ادهنها حلو واطبقها نفس التطبيقة كده زي المروحة بالظبط. الوصفة دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها المكشكشة، بجملة الاسماء الغريبة اللي احنا بنسمعها. وطبعا اهم شيء اتأكد ان السمنة واصلة كلها. هنا بقى انا كنت خلصت لفتين الجلاش، وزي ما بقولكم كنت عايزة لفتين ونص، لانكم هتلاحظوا ان انا وسعت كده في الاواخر. تمام. هندخلها بقى الفرن. الفرن طبعا نكون مسخنينه قبل كده. يلا بقى نعمل الحاجة الجامدة اوي اللي هتخلي طعمها في حتة تاني. اول حاجة هنجيب كوبايتين من الحليب. تمام. وهنحط عليهم 3 معالق من الكاستر او 3 معالق من النشا، ولكن الكاستر طبعا هيديها طعم احلى. انتي بقى حابة ان انتي تعمليها على البوتاجاز وتخليها كريمة وتعمليها كده بكيس حلواني وتحطيهم في النص، تمام مفيش اي مشكلة. حابة ان انتي تعمليها على شكل تشريبة يبقى حلو قوي، زي انا ما هعملها على شكل تشريبة. فحطيت معلقة من البيكنج باودر و3 معالق من الكاستر على كوبايتين من الحليب. تمام. هقلبهم حلو قوي، وبعد كده هضيف عليهم معلقتين من السمنة. انا هحط بقية السمنة اللي اتبقت معايا. طبعا لازم تتأكدي ان انتي مدوباه حلو. باكو من الفانيليا. هقلبه بقى حلو قوي. لما الجلاش يشد نفسه معايا كده في الفرن، ابدا ان انا اطلعه، يعني مش مستويش، هو يدوبك بس ايه شد نفسه. هبدا ان انا اطلعه واروح ايه ساقياه بالتشريبه دي. اصب عليه الخلطه اللي احنا عملناها دي لحد ما يبقى الصينيه نصها، يعني نص الجلاش يبقى الجلاش كده اللي مش باين منه نصه، ما طلعهاش في الاخر. وارجعه بقى ايه الفرن تاني
لحد بقى ما يشرب الخلطة اللي احنا حاطينها دي ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد دي تحفة. نجيب بقى العسل اللي احنا عملناه. طبعا العسل كان غامق علشان السكر اللي احنا عاملين بيه كان سكر غامق، ولكن شايفين القوام بتاع العسل وشايفين ما سكرش ولا اي حاجة. اهم شيء بس ان انتي تعملي صح من البداية. هتاكليها بقى سخنة هتاكليها ساقعة، ولكن هي يعني لما بتكون ساقعة بتبقى احسن. والله الغلطة اللي انا عملتها ان انا قلت اسيبها تبرد وبعد كده اصورها لكم، والحمد لله دي الحتة اللي انا لحقتها في الاخر. بجد كلوها ويعني كان لدرجة عمي يقولي اعملي تاني اعملي تاني. فهي حلوة قوي ومش مجلدة. هنا بقى ده كان تاني يوم وكانت ساقعة تمام، مش مجلدة وطعمها بجد تحفة. لازم تعمليها هتبهرك، وصفة حلوة قوي قوي عجبتني. بس وكده خلص الحلو بتاعنا، ومع السلامة.